السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي المغاربة أينما كنتم، الإخوان الأخوات في كل الأحزاب المغربية على شتى أنواعها، سواء المعارضة أو الأحزاب الثلاثة التي هي في الحكومة، والكل يعرفها، كل من حزب الاستقلال، حزب الأسرة والمعاصرة، وحزب التجمع والأحرار. ولكن حز في النفس أو يحز في النفس ما رأيناه في المجلس البلدي ديال فاس العاصمة العلمية. كلام لقيناه المستشار اللي تبارك الله مستشار في المعارضة، والمعارضة كذلك تمثل الشعب المغربي على شتى أنواعه، ولكن ما رأيناه من كلام يعني ساقط، كلام يعني لا يشبه يعني ممثل المعارضة في أي حزب كيفما كان نوعه، ومنادات أحد المناضلين الشرفاء النائب الأول لرئيس مقاطعة أكدال، الأخ محمد السليماني هو رئيس المقاطعة ديال أكدال، ولكن النائب الأول ديالو هو عبد القادر الضباط. هذه شهادة مني كمناضل أو منسق عام للأطر العليا المعطلة، وما زلت رغما عن بعض الموافقين، والملف ديال الأطر العليا المعطلة مازال كنجريه، واللي وصل لواحد المكان اللي ما نقدرش نقول فلوس، هذا ماشي موضوع. والآن أمثل جريدة السياسة المغربية التي ترأسها السيد المدير العام السيد محمد التمسماني، باش نوصل واحد الرسالة للحكومة الموقرة والرئيس الحكومة والمعارضة، أنه الكلام اللي قال ذاك السيد هو كلام يعني حشومة 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 وعيب وعار، باش تنادي يعني مناضل شريف، مناضل يعني أعرف جد المعرفة وأتضامن معه تضامنا غير مشروط، باش تناديه أنت السيد المحترم الفراكشي عيب وعار. راه كلمة الفراكشي كيقولوها الناس اللي ماشي في مستوى عالي، يقولوها الناس اللي يعني هناك ما كيمارسوش السياسة، إنما ممارسة السياسة كتقول أنت حر، هضر على حقك، ما بغيتوش دوزو داك الملايير اللي يعني جا بها المجلس ديال العمدة السيد عبد السلام البقالي، من حقك. ولكن اسمعوا الإخوان، والله لا عيب وعار عيب وعار عيب وعار أن تسمع واحد مناضل كيقول لواحد المناضل كلمة أنا كنستحي نقولها أبدا، أنا أستحي أن أقولها أبدا ونتفوه بها، يعني عيب وعار ثم عيب وعار ثم عيب وعار ثم عيب وعار. نادي أحد المناضلين الشرفاء اللي سميتو عبد القادر الضباط. هانتوما غتشوفوا معنا بصفة عامة، شوفوا شوفوا.
اسمعوا كلمات الفراقشي أنا كتقال. يعني عيب وعار، عيب وعار الإخوان تنادي الزميل ديالك في الحكومة الفراقشي. عيب وعار، عيب وعار، عيب وعار. قال له نضحك، اسمع. اوه سيدي غاشي اللي كنسمعك، انا معاك، دافع على حقك، وانا ماشي تنادي واحد. شوف حنا كنعرفوا السي عبد القادر الدباغ من الشرفاء. عبد القادر الدباغ احب من احب وكره من كره. عبد القادر الدباغ معروف الحمد لله في مدينه فاس، والحمد لله كل شيء كيعرف العائله ديال الدباغ. انا والله اقسم لكم بالله واحد الوقت مشينا يعني المقاطعه ديال الاكذاب، وقع واحد النقاش مع الاخ سليماني اللي صديق ديالي. المناقشه كتوقع اقسم لك بالله هو برد الامور ودانا مسكين البيرو ديالو وجلس معنا وعرينا وتفدوا وكذا. يعني انسان سياسي محض كيخدم، اقسم لكم بالله عبد القادر الدباغ كيخدم الصالح العام اولا. وكان عارف ان عبد القادر الدباغ معرفه جيده، واخا واحد الخطره ما تفاهمناش انا وياه في واحد، يعني انتقدتو على واحد البلاكه الى اخره، ماشي مشكل. ولكن كنعرف بلي عبد القادر الدباغ كيعاون الناس المواطنين الفاسين، اهل فاس ولاد فاس اللي مثلا في واحد الصناعه اللي تكبست مالو الخاص، وكيعاون الاخوان الاخوات، وكيناضل على ملف الاطر العليا المعطله. والله الا عبد القادر الدباغ وصل الملف ديال الاطر العليا المعطله الى واحد يعني ماشي واحد مسؤولين، ولكن باش نشوفوا هذا الكلام الذي لا يسوي شيء، وكلام اللي يعني ماشي في المستوى، كلام يعني لا يحق لاي واحد ان يقوله او يتفوه به يعني طريقه غير انا كنسميها طريقه غير اخلاقيه، طريقه يعني منحطه. نشوفوا عاوزين واحد الاخ اللي يعني تكلم كلام جميل، تكلم شوف. مع هذا مقترح السيد الرئيس العجيب بنقل المحطة الطرقية من قلب مدينة فاس ومن داخل مدينة فاس إلى إقليم آخر، أؤكد لك السيد الرئيس أنه فيما هو متعارف عليه من المبادئ الجديدة الناظمة للمرافق العمومية هي جوج المرتكزات أساسية يجب أن يأخذها مدبر الشأن العام. ماشي كي كيهضر، يعني الشيء كيهضر بواحد الطريقة اللي يعني راقية بدون مشاكل بدون الاخر. لكن مع الاسف هو السيد الباشا دخل كسلطه وقال له ماشي كتهضروا به، راه ماشي هو هذاك. يعني داك السيد اللي كيقول الاخ عبد القادر الدباغ يعني فراقشي، يعني قال له هذاك الكلام كيهضر به كلام يعني لا يسمح به حتى المواثيق الدوليه او دستور 2011. او علاش نقول لكم علاش يا اخواني اخواتي؟ حنا كنشوفوا هذا السيد في المعارضه، انا كنشوفو اول مره بدا يهضر. علاش اخويا ما هضرتيش شحال هذه من البدايه؟ كذلك الاخوان كيهضروا على المحطه الطرقيه ديال مدينه فاس،
محطه الطرق المدينه في ذاك الموضع انا كنحسبها غير لائقه، غير لائقه في ذاك الموضع. علاش؟ لان قريبه لها الاحياء مثلا ديال الكربون 5 من دباب الى اخره، باش حنا كنطيحوا من القيمه ديال الاحياء، ولكن حنا بغينا ذاك الموضع قريبا من تولي واحد الموضع راقي، وخصوصا ان المحطه الطرقيه قريبه لبوجلود، اللي هي واحد شنو نقولوا واحد اثار تاريخي ديال مدينه فاس. يعني ديك المحطه انا بالنسبه لي كولد مدينه فاس، وحضرت يعني عده دورات في المجلس ديال مدينه فاس، وشفت ولاحظت وقلت الكلمه ديالي الحمد لله وبدون دباس من اخر، حتى انني اعتقلت عن بعض اللي قلت انا اعتقلت ظلما وعدوانا. ولكن المهنه الصحافه هي مهنه المتاعب. سنطت لي الفرقه الجهويه بكل احترام وتقدير، سنطت لي الفرقه الوطنيه بكل احترام وتقدير. اذا انا هنا غنوجه رساله اخرى لبعض الناس اللي كيبغيو يديروا الشكايات الكيديه بيا انا شخصيا. راه الشكايات الكيديه ديالكم ما كتاكلش نهائيا. الحمد لله انا ما كنفتخرش، انا احترم الاستاذ تخيسي المسؤول ديال الضابط القضائي الشرطه القضائيه ديال المغرب كامل، انسان كيتصنت، مشيتي عنده يستقبلك والشكايه ديالك توصل لاحسن موضع. كذلك هشام بعيوي ديال الفرقه الوطنيه. اذا الكلام اللي رجعوا اللب ديال الموضوع، الكلام اللي هضر به هذا السيد يقذف به الاخ عبد القادر الدباغ، انا كنقول لك يا اخي يجب ان تقدم احتراما لهذا السيد هذا، وتكون الاحترام متبادل بعضياتكم، لان حتى واحد ما داين فيها الدوام لله عز وجل. كذلك جلاله الملك محمد نصره الله قال لكم كتأدوا اليمين امام الله والملك والوطن، ومع ذلك مع الاسف كنسمعوا بحال الكلام هذا بانه كيتوجه الاخ عبد القادر الدباغ. الكل غيقول لي علاش كتدافع على عبد القادر الدباغ؟ انا عبد القادر الدباغ كنعرفو مناضل بالمعنى الكلمه، وما عندوش ملف ديال الفساد في مدينه فاس. انا يا ريت ثم يا ريت ان بحال عبد القادر الدباغ يكون هو العمده ديال مدينه فاس. السي البقالي مع كامل احتراماتي ليك، انت كاخ وصديق ما تقدرش اخويا على الناس، وما تقدرش تجيري كعمده مدينه فاس. مدينه فاس خصها انسان اللي يكون قوي يعني ذهنيا وعقليا والاخر. انت السي عبد السلام البقالي كيعصبوك كيستفزوك بالهضره ديالهم، وما رايته في هذا الفيديو في هذه الدوره هذه حز في نفسي واردت ان اتكلم عليه، وباش نوجه الرساله ديالي الى السيد رئيس الحكومه ولا كل الاحزاب ديال المعارضه. راه عيب وعار اننا الدول العالميه كلها كتفرج فينا ويشوفوا ان واحد مستشار ديال الحزب كيقذف واحد المستشار بواحد الحزب اخر، مع العلم كان شي مستشار او عبد القادر الدباغ كان شي انسان اللي ماشي في المستوى، والله ما ندافع عليه، والله ما ندير هذا الفيديو، ولكن نعم الرجل. وكنقول ولاد فاس، ولاد مدينه فاس، كنقول لكم الاخوان الله يجازيكم بخير، راك اخ ديالكم دا حقه كحامل شهاده عليا ومتعتقل، ولكن الاعتقال والسجن ما كيخوفنيش. باش ما يجيش شي واحد يقول لك راه حقا، انا ما كنخاف لا من البوليسي لا من الجدرميه والو، انا كنطبق القانون وكنخاف من القانون، واتحدى اي واحد سير ما تقصرش دير 1000 شكايه كيديه، اللي عندك دليل وعندك كذا مرحبا. انا هاني في مدينه فاس، هاني في مدينه الرباط، وكنجي للدار ديالنا في زغنغن وكنمشي للدار الاخ ديالي. انا الا عمرت الناظور كنعمرو يومين 3 ايام، لكن دائما انا مسافر، هاني في مدينه الرباط، هاني في مدينه فاس، وكناخذ وكنحضر عده ندوات وعده مجالس للمغرب عبر تهلا. حضرت في سطات، حضرت في بنكرير، حضرت في مراكش، حضرت في خميسات، حضرت في مكناس، حضرت في وجده، كل شيء كنحضر وكناخذ وكنقيد. انا هذا نداء للاخوان الشباب ديال مدينه فاس والشابات، شي بحال عبد القادر الدباغ نتمنى ان يكونوا غير 6 ولا 7 بحال عبد القادر الدباغ في مدينه فاس، غتولي مدينه فاس ديالنا من احسن المدن لان هي العاصمه العلميه، وعندنا مدرسه
اللي هي يعني عريقه جدا، واللي اسستها فاطمه الفهريه، والكل كيعرف ان العاصمه العلميه هي مدينه فاس. وفاش كنسمعوش الاخوان كيقولوا فاس حاكمه العالم، ماشي ان شوف خصكم تفهموا داك فاس حاكمه العالم. اقسم لك عندنا شابات تبارك الله واعيين قارين مستوى عالي، ويستاهلوا انهم يكونوا يجيريو يعني المجالس البدنيه ديال مدينه فاس ويهضروا مدينه فاس. انا كنتمنى مدينه فاس تزيد القدام، كنتمنى ان الاخوان والاخوات انكم حاولوا عرفوا على من تصوتوا، ما بقى لنا والو. 5 سنه 7 8 ما بقناش راهي اللي بقات خاص تقول مشى. اذا انا رساله كنوجهها لكل الاخوان والاخوات وكل الاطر العليا اللي هما الاصدقاء ديالي، وكل الاخوان اللي معايا. غادي نجلسوا وغنتشاوروا في مدينه فاس، وغنشوفوا شكون اللي هاد مدينه فاس ما نخليوهاش هكا. حنا ملي بغينا نتبدل بغينا نزيد لقدام، هي العاصمه العلميه وغتبقى دائما العاصمه العلميه. وكذلك احيي اخيرا وليس اخيرا كنحيي كل الاخوان والاخوات المناضلات، وكذلك واحد المناضله اللي هي دافعات على السي عبد السلام البقالي وعز عليها وكنحييها. وغتلقاو الفيديو ديالها ضمن هذا الفيديو غتلقاوه ان شاء الله. ولان عجبتني ذاك النضال ديالها الحار، ذاك النضال ديالها الابوي، ذاك النضال ديالها ديال الاخلاق العاليه، وهي كتدافع على عاصم البقالي. ما تنساوش عاصم البقالي هو دكتور، وعاصم البقالي راه ما دارناش شي حاجه زعما ما عنده ما يدير مسكين، لان ما لقاش شكون اللي غادي يعاونو في مدينه فاس باش يكون يوصل لواحد يعني واحد الحله ويحل مدينه فاس. شوف الاخوان ما تقولش انا حزب تجمع الوطن الحرام ونجمعوا تجمع الوطن الحرام كلهم انه في ناس خايبين. راه اي حزب كيفما كان نوعه فيه الصالح والطالح، اي حزب كما فيك نوع بدون استثناء، وحنا بشر الله خلقنا هكا. يعني كنتمنى ان الاخوان والاخوات شوفوا الناس اللي غناضلوا عليهم ناضلوا معاهم ونزيدوا من قدام يجيروا العاصمه العلميه. انا مدينه الناظور كنجي لها فقط باش نزور المنزل ديالنا ونزور العائله فقط، لاني انا ابن منطقه الناظور كما يقولون، مسقط الراس في منطقه الناظور، يعني مسقط الراس في مدينه الناظور. كبرت هنا وترعرعت هنا، ولكن قضيت الشباب ديالي في العاصمه العلميه، قريت في مدينه بن رشد وكليه الشريعه، وقريت عاوتاني في الرباط في كليه الاقتصاد. اللي كنحيي بهذه المناسبه الاستاذ لو بير لا فرونس اسلاميك عمر الثاني. كذلك كنحيي الاستاذ والمشرف ديال الماستر ديالي عمر العسري، وكذلك احيي كذلك الاستاذ بلجي، وكذلك احيي بعض الاساتذه الاخوات المشرفين على الدكتوراه ان شاء الله اللي غادي نناقشها ان شاء الله في اقرب وقت. لان الظروف كانت عندي ظروف فوق الاخر ديالي اللي غلطني ما ناقشوا، لكن ان شاء الله غتشوفوني في احسن حله. وانا كنحب هذا الوطن ديالي بشعار الله الوطن الملك. انا انسان احب وطني واحب الشعب المغربي قاطبه من طنجه للبويره. مهما ان يوقع نقاش بيناتنا يوقع الاخر، نحن دائما مع الدستور 2011 اللي صوتنا عليه كامل. لا نتكلم عن المواثيق الدوليه، المواثيق الدوليه درسات وتسنات باش غتكون كتمشي على العموم، ولكن دستور 2011 عطاني الكثير. الماده 40 من دستور 2011 كتخولي نهضر، ما كنسب حد، ما كنشهر بحد، ما كنأذي حد، وانا انسان خلوق ومؤدب عصبي نعم، لكن احب هذا الوطن واحب كل يعني اي قطاع كيف ما كان النوع ديالو ما كنكرهوش، سواء قطاع القوات المسلحه الملكيه اللي كنت يعني منخرط فيها، والاب ديالي ابن القوات المسلحه الملكيه ورئيس اركان الحمله العامه للقوات الملكيه هو الملك محمد السادس الله يشافيه ونصره. وكذلك كنحيي حتى الاخوان ديال رجال الدار الملكي، وكنحيي الاخوان البوليس الشرطه. اذا ما كان انا عمرني ما اذيت شي واحد او لا كنبغي نطيح كما كنعاود نقول لكم في اي قطاع كاين الصالح وكاين الطالح. وكلامي كان كلام يعني باين
راه كنعاود نكرر لكم الاخوان الاخوات، راه كان اقسم لكم بالله انا غندير بين قوسين واحد الحي في الناظور، غنخلي الناس الاعين ديالي هنايا وغنعلم الفرقه الوطنيه اي واحد شي شوا اقسم لكم بالله حتى يكون المصير ديالو السجن ان شاء الله. ولكن مدينه فاس هي مدينتي الحبيبه الغاليه، قلبي وقلب امي رحمها الله، وعندي فيها اصدقاء وصديقات. وتحيه عاليه كذلك للاخ عبد القادر الدباغ. انا كنقول لك اخي عبد القادر الدباغ، داك الهضره ديالك كنعرف الهضره اللي قال لك اللي كتسمع واللي قال لك السيد ما تشملك الشرع، لانك انا كنحييك كمناضل، وانت والاخ سليماني محمد اللي ربما شكينا فيه واحد الوقت على واحد الملف ديال الشروط 24 ديال ايطاليا، لكن الاخ سليماني كنحييك على القلب ديالك الطيب وعلى الصبر ديالك، وشكرا لكم جميعا. كذلك كنحيي وكنشكر الاخت توريا فرج كذلك البرلمانيه السابقه، والاخت والصديقه العزيزه. كذلك كنشكر واحد الاخت اللي هي صديقه ديالنا الدكتوره سهام البلغيتي، وكل الاخوان والاخوات. وكنتمنى ان هذا الشيء ما يعاودش يتكرر في المجالس ديال المدن اللي معروفه عالميا العاصمه العلميه. كنقول لكم الاخوان، انا هضر معايا واحد السيد صديق ديالي في فرنسا سميتو دافيد فيرنانديز برازيليو، قال لي خويا نور الدين، حيت كان معايا وكاع في العربيه مزوق عبد الدري، قال لي سمعت واحد السيد كيتساب تما ايسكو سي سا عندكم هكا. قلت له سوء تفاهم فقط، لان الوطن ديالي انا خصني نخليه ديما في احسن حله. وتبا للانفصاليين والخزي والعار، كل انفصالي والخزي والعار كذلك لكل كذاب، والخزي والعار لكل من يقذف اخوه المواطن المسلم المغربي. وكنقول لكم عيد مبارك سعيد لكل الاخوان والاخوات. وكذلك رساله اخرى كنوجهها للناس اللي قالها السيد فراكشي، هما الفراكشي اللي كيبيعوا الحواله في الاسواق والاخر. كنتمنى منكم انكم ما تزيدوش الاثمنه على المواطن المغربي. المواطن المغربي ليس له الا الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. ديروا اثمنه زوينه باش تاخذوا يعني واحد الحسنات مع الله. ورسالتي الى الان ربما كاين الجزء الثاني ان شاء الله. وكانت معكم جريده السياسه المغربيه التي المدير العام ديالها هو السيد محمد التمتماني، الذي اكن كل احترام وكل تقدير قيدوم الصحفيين. وكاين بزاف كيقول لك السياسه المغربيه ما كنعرفهاش. السياسه المغربيه تاسست 2003، يعني عندها اكثر يعني عندها سنوات. وكذلك جورنال كل المغاربه اللي هو انا هو المدير ديالو، اللي يعني صوبته، ولكن التاسيس ديالو ان شاء الله مازال كنتسناو الاعتماد، وكنتسناو وصل الايداع، وكنتسناو ان المحكمه دير معنا واحد الحكم اللي يكون ان شاء الله في الصالح ديالنا. وكذلك المجلس الوطني للصحافه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وتسناونا مع الجزء الثاني. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وشكرا لكل الاخوان والاخوات. هي اللي ما ملتزمش الشغل هذا، اللي ما ملتزمش الشغل هذا غدا غيعاقبوا المواطنين، غدا غيعاقبوا المواطنين والمواطنات. ماشي شغلي انا اللي ما تيحضرش، ماشي شغلي. واستقلال وراه ضدو دابا فين واحد حالو. علاش ضدو؟ هو ضد راسو، هو ضد راسو، هو ضد راسو. ما ترجعوش على هضرتنا، اتفقنا ما نرجعوش، ما نرجعوش، ما نرجعوش للنور، ما غنرجعوش للنور. تحية طيبة لكم. كونسيرنون شنو وقع اليوم في الجامعة ديال فاس، وكيفاش أن نقطة ديال الجمعية ديال الأمل ظهر المهراز أفاضت الكأس اللي كاين ما بين الأغلبية والمعارضة. كيفاش أنا بيرسونيلمون كنشوف كمستشارة في الجامعة ديال فاس أنه الأغلبية اليوم فاش غادي نلقى التقدم والاشتراكية وغادي نلقى الاستقلال، غادي ينوضوا نواب العمده، يعني هما اللي كيمثلوا الحزب ديالهم داخل المكتب، وغادي يدخلوا وغادي يتفرقعوا في الرئيس، الا وانه كاينه شي نقطه غير مفهومه. وانا شخصيا يحز في نفسي ما وصلت اليه الاوضاع، ويحز في نفسي وضعيه السيد الرئيس عبد السلام البقالي، لانه كيلقى راسو داخل الدوره بوحديته.
يا كاينه المعارضه يا الاغلبيه اللي حاضره فيها مشكل. يعني دابا كنطرحوا اسئله، واش الناس اللي عندهم التزامات اخرى ما كاينينش، ولا نشوفوا شي موافقه باش يكونوا مع هذا السيد اللي دائما كيتحدث لينا على الاغلبيه ديالو. مثلا انا بيرسونيلمون فاش كنشوف شي نقطه خاصها تصوت تكون مع الاغلبيه ولا تكون مع المعارضه، كنشوفها فيها المصلحه ديال فاس، ما كنشوفش فيها الصراعات الضيقه وداك النقاشات الجانبيه اللي ما لا تسمن ولا تغني من جوع. والخطير في الامر هو اننا اليوم كنلقاو بان الناس كتقول بانه كاين تضارب المصالح. وفاش كنهضروا على تضارب المصالح ان راه المجلس في مهب الريح. لذلك فأنا شخصيا ما وقع اليوم فهو خاصنا نعطفوا على هذا العمده، نعطفوا عليه لانه كيلقى راسو بوحديته، ما كايناش اغلبيه معاه، ما كاينش اللي غادي ينوض ويقول لا هذه النقطه غادي ندافعوا عليها. اما بخصوص امل ظهر المهراز فقال لك السبب اللي قال السي اقصبي اللي ترفضت عليه النقطه مرتبط باللائحه ديال العائله، وحنا السلطه راه قد الرقابه حنايا. واش اللي عطاهم الاوكي باش تكون هذيك جمعيه وبشكل قانوني كيتحمل المسؤوليه؟ واش هما عائله ولا هما جيران ولا هما اصحاب؟ حنا كنعرفوا ولا كانت الجمعيه نشيطه والفرقه نشيطه ما علينا الا الدعم لجميع الفئات كيفما كانت شريطه تكون فيها الجديه والمعقول من اجل خدمه الصالح العام والخدمه ديال الصالح المحلي في مدينه فاس. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد السليماني الحوتي الحسني رئيس مجلس مقاطعه أكدال. تخليدا للذكرى 50 للمسيره الخضراء وكذلك الذكرى 70 للعيد الاستقلال وتزامنا مع القرار الاممي 2797 للحكم الذاتي المغربيه الصحراء، مجلس المقاطعه ان ينظم ندوه اللي كانت بتنسيق مع كليه الحقوق في هذا الاطار. الصحراء المغربيه رهانات الجهويه المتقدمه في هذا الاطار هذا لابد من تقدم بشديد الشكر للسيد العميد على الاستجابه ديالو على الدعوه، وكذلك الدكتوره والدكاتره اللي كانوا اللي شرفونا وقاموا بواحد العرض اللي هو ناير وقيم. كذلك في هذه المناسبه كذلك مجلس مقاطعه غادي ينظم واحد دوري رياضي يوم الثلاثاء 18 نوفمبر ملاعب السعديين. فمجلس مقاطعه أكدال يعني مكتبا ومنتخب المستشارين وموظفين وجنود مجندين وراء صاحب الجلاله محمد السادس نصر الله. عبد اللطيف رفوع نائب رئيس مقاطعه أكدال. اليوم نحيي ذكرى مرور 50 سنه على مسيره الخضراء و70 سنه على تحرير المغرب، ونحيي كذلك بلقاء علمي نتحدث فيه من خلال التنسيق مع كليه الحقوق حول القرار الاممي 2797 وما انتجه من اثار قانونيه واجتماعيه على مناطقنا الصحراء المغربيه في ظل السياده المغربيه. كذلك هي مناسبه استعرضنا فيها التطور الذي حصل والانتصارات التي حصلت من خلال الدبلوماسيه الرسميه والدبلوماسيه الموازيه، ومدى مساهمه الفاعل السياسي والمنتخب من اجل تنميه مناطقنا الجهويه في مناطقنا الصحراويه. اذا نامل ان تخرج هذه الندوه بتوصيات وتساهم في انزال الجهويه المتقدمه في مناطقنا الصحراء المغربيه. اذا نتمنى ان نبرور هذه الافكار على ارض الواقع من خلال المشاركه ديالنا كفاعلين سياسيين وكمجتمع مدني الذي كان حاضرا في بلوره هذه الافكار على ارض الواقع. السلام عليكم. عبد السلام الدباغ النائب التالي ديال رئيس مجلس مقاطعه أكدال. كيف ما شاهدتوا اليوم حضرنا لواحد الندوه فكريه، ندوه علميه قانونيه حول الموضوع ديال الصحراء المغرب في خضم احتفالات الشعب المغربي والبشرى التي اتت بها الدبلوماسيه ديال صاحب الجلاله نصره الله ديال القرار الاممي ديال 31 اكتوبر، واللي ولا اليوم رسميا عيد الوحده ديال المملكه المغربيه وخضم الاحتفالات بعيد المسيره 50 سنه الذكرى الفضيه و70 سنه ديال عيد الاستقلال. حنا مسؤوليه ديالنا كمجتمع مدني وكمسؤولون سياسيون وكمنتخبون اننا نكتفوا من هذه الندوات وهذه المخرجات ديال هذه الندوات لاننا فاعل اساسي في الوطن. اذا كانت ندوه كانوا الاساتذه الكرام دخلوا وهذا المستوى راقي جدا، وكان حضور جميل جدا، بزاف الباحثين، نواب برلمانيين، اخوان خارج فاس، حضور صحفي جد متميز. نشكر لكم الحضور جميعا واحدا بواحد، ونشكر مقاطعه أكدال ونشكر الجامعه ديال سيدي محمد بن عبد الله وهذه الشراكه القيمه اللي تدير مع مقاطعه أكدال منذ زمان. نشكر رئيسا ومجلسا ورئيس مصلحه الثقافه والاخوان كل واحد بالاسم ديالو
لان احنا بالحاجه لهذه الندوات، يعني حتى يعني نكون عند حسن ظن عاهل البلاد اننا ديما نواكبوا هذا المشكل بقلبنا وبروحنا. هذا المشكل اللي طوينا واحد الصفحه، واليوم جاء المسؤوليه ديال كل مغربي في كل مركز ديالو المسؤوليه انه يضبط متطلبات منه باش يمكننا ان شاء الله نساليو بصفه قطعيه مع هذا المشكل الضبابي اللي خلقته بعض الجهات اللي الله يهديها. ونكملوا الفرحه ديالنا. يعني احنا كمغاربه عارفين انه هذا الشيء ما يمكن له الا يكون انتصار، ولكن جات المسؤوليه ديال كل مغربي الان باش يساهم في النجاح ديال التصورات والتطلعات ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده. وشكرا لكم. استاذ محمد مصطفى، عميد كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه لجامعه سيدي محمد عبد الله بالفاس. سعداء ان يتم تنظيم هذا اللقاء اليوم بمناسبه ذكرى المسيره الخضراء، وايضا في سياق الاحتفالات التي تعرفها المملكه المغربيه بانتصار قرار مجلس الامن 2797 وبالاعلان عن عيد الوحده كمحطه جديده من خلالها نحن نساهم اليوم في هذا النقاش. غايته الاساسيه هو الانتقال من الاحتفال بالمسيره الخضراء للمساهمه الجماعيه من اجل التفكير في سبل التنزيل الصحيح للحكم الذاتي على المستوى المستقبل ان شاء الله بحول الله. فالمداخلات المتعدده التي سمعنا لها اليوم كلها تمنت واكدت على موقف مجلس الامن وعلى كون ان الحل الوحيد والاوحد هو في اطار السياده المغربيه، وان الحكم الذاتي هو الحل الوحيد. لكن اليوم هذا النقاش يسعى الى تقديم اقتراحات في علاقه بالحكم الذاتي. تلك هي المحطات التي تنتظرنا في المستقبل من اجل الاسهام وطنيا مع التوجيهات الملكيه الساميه لسيدنا الله يحفظه صاحب الجلاله الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه في علاقه بتنزيل الحكم الذاتي. عبد القادر الدباغ، النائب الاول لرئيس مجلس مقاطعه اكدال ونائب كتيب مجلس جماعه فاس. اولا كنبغي نشكركم على التغطيه الاعلاميه اللي درتوا في اطار افتتاح فعاليات ساحه ابي الجنود التاريخيه، كذلك على اثر تكريم وتقديم واحد الهديه رمزيه للاخ احمد الحربي اللي تم الدعوه ديالو وجانا من دوله الكويت خصيصا باش يفتتح معنا هذه الساحه التاريخيه. وصراحه من بعد ملي طلبت منه يجي للمغرب والفاس ما رفضش، ولا سيما كاين ظروف راكم عارفين الظروف ديال الحرب والعناء السفر باش عانى باش قدر يوصل للمغرب، لان كانوا عنده 3 طائرات باش عاد قدر يوصل عندنا الفاس. دونك ما يمكن نقدروا نشكروا، لان السي احمد الحربي يعد من افضل ومشاهير الناس اللي هما المواقع الناس من صناع المحتوى العالميين وفي العالم العربي بالاخص. كنبغي نوجه له الشكر باسمي ونيابه عن سيد عمده وسيد كل المستشارات ومستشاري جامعه فاس، لان بحال هاد الاشخاص اللي كيعطيو واحد الصوره ايجابيه على مدينه فاس وعلى المغرب، وكذلك هو كمحب وامير المؤمنين الله ينصره والله يشافيه. كتشوف كيفاش كيهضر عليه في لي كابسول اللي كيبارطاجي هو في كصانع محتوى، وفي في ذاك المقال ديالو ولا في ساج والله اللي نبغيكم تشوفوا بان انسان محب وعنده غيره على الوطن وكيهضر على المغرب بواحد الحرقه وبطريقه ايجابيه. حبذا هذه سيتو نداء الى كل ساكنه مدينه فاس، كانوا اعلام ولا كانوا مواطنين ولكن ما بغاو يكونوا، نبغيو نسوقوا مدينه ديالنا ايجابيه، لان صراحه كان عمل هاد ال5 سنوات الحمد لله في مجلسنا الحالي كان عمل جبار باستضافه ولا بغيتو نقولوا بالتعاون مع السلطه المحليه في شخص السيد الوالي، وكذلك حنا كجماعه حنا عندنا غيره على هذه المدينه باش نردوا لها الاعتبار ان شاء الله، باش هذا السائح الى جا لفاس ما تكونش غير واحد المدينه عابره في 48 ساعه تجي كيقولوا اون فيل دو باساج. لا بالعكس، دابا فاس عندنا بعض المآثر السياحيه اللي يقدروا يزوروها، عندنا بنيه تحتيه في المستوى. اكثر من هذا حنا عازمين كل عزم باش حنا نقدموا ما هو جديد لهذه المدينه، وغادي نعطيو الدم ديالنا عليها ان شاء الله باش تبان مدينه فاس حله جديده ان شاء الله. من هذا المنبر كنبغي نقول للنساء ورجال الاعلام جميعا، حاولوا الله يجازيكم بخير نسوقوا المدينه ايجابيا، لان هو ما هو سلبي راه كنعطيو واحد النظره سيئه لا للمغرب ديالنا ولا لخارج المغرب. لان علاش حنا محتاجين
لهذه المدينه محتاجين القيمه المضافه، محتاجين الناس اللي يجيو يزدهروا هذه المدينه، يكثروا عدد السواح اللي يجيو هذه المدينه، يكثروا يجيو. علاش حنا نبداو نقولوا مراكش مالها؟ واش زعما هذوك الناس ديال مراكش احسن منا ولا الناس ديال طنجه احسن منا؟ بالعكس، حنا فاس عندنا اطور، عندنا الحمد لله مجلس في المستوى الحمد لله اللي كيتضرب له 1000 حساب وحساب. دونك يمكننا هذا النداء الى قبلتوه منا النساء ورجال الاعلام نسوقوا المدينه بطريقه ايجابيه. كنعرفوا بان كاين هنا في مدينه فاس، لان كاين بزاف ديال المؤثرين كاينين هنا على مواقع التواصل الاجتماعي، في تيك توك ولا في اليوتيوب. تماما. وتنظن ان اكبر مدينه اللي كاينه في المؤثرين كاينه هي مدينه فاس. تماما. شنو الرساله ديالك اللي كتوجه لهاد المؤثرين هذا؟ الرساله اللي كنوجه لهاد المؤثرين واللي هما صراحه كيأثروا في مواقع التواصل الاجتماعي، حاولوا ديروا يدوا في يدكم في الناس المدبرين الشأن المحلي ولا في السلطه المحليه ولا في السلطات المنتخبه، باش تعرفوا اش كيقوم به هذا المجلس ولا السيد الوالي عامه، بان اش فاس اش كيقوموا به هاد المسؤولين. راه كنقوموا بواحد العمل جبار يوميا باش نردوا لها الاعتبار كما قلت لكم، لان فاس محتاجه لولادها ولبناتها اللي يردوا لها الاعتبار ديالها. وانا عندي يقين كبير الا كانوا هاد المؤثرين، وانا كنوجه النداء للاعلام نساء ورجال نسوقوا المدينه بطريقه ايجابيه. اقسم بالله الى فاس غادي تولي تماما فاس سهل احسن.